السلام عليكم. اليوم عندنا أكلة ليبية معروفة أنها تقدم في المناسبات والعزائم، لكن اليوم حنديروها بتقديم يليق بيها، تقديم فاخر. سمو بسم الله، توكل على الله. أول شيء جهزوا المرق، حمروا اللحم، توابل صحيحة، وآخر شيء المية، ونوزن الملح في الأخير. اليوم طبعا التحدي عندنا صعب، حنديروا مكرونة مبوخة بالخلطة، أو هي بالفصيح مكرونة شعرية. حنستخدموا مكرونة الأميرة بتاع مصنع الخمس، كتافه غنية التاريخ. أنا وياه اليوم في تحدي كبير، كيف حنديروا خروف أو حولي كامل نحشوه مكرونة مبوخة، يعني حتكون طايبة نص طياب، تبويخة مش تبويخة كاملة، وهل حتعجن أو لا. فنحن الأميرة اليوم في تحدي صعب، إن شاء الله ربي يستر. ركزوا معنا. تسكير ممنوع، يدوب خلوط بوخ هيك، وبعدين حنحطوا عليها شاش ابيض. نديروا حاجه مش عاديه بكل، اللي ما يعرفهاش اسمها مصير كويس، حاجه خطيره بكل، فاتحه شهيه، الناس اللي ما تعرفش نقوله. تابعوا الطريقه. عندنا اول شيء لفت، هو اختياري لكن يعطي جو مش عادي. كميه ثوم كويس. اخر شيء معدنوس، وفي ناس تضيف كزبر، نفس النتيجه، كلها ماشي. الموضوع ما تمش. اخر شيء حامض، ملح. تو جينا الاضافه اللي عليها الجدل، اخر اضافه هي مدن نضيف في كمون حوت، ومدن نضيف في كرويه. ما فيش حاجه غلط، كل حد ورغبته. للعلم هذا النوع مقبلات يعتبر مقبلات فوريه، يعني حاجه سريعه تمسك معنا يوم، يعني صلاحيته يوم او يومين. تو نخلوه يخمر حوالي ساعه، وبعدين نضيفوا عليه ميه بارده ويبدا جاهز للاكل. بنصح به اللي ما يعرفش، حاجه قويه بكل. عندنا المكرونه هكي خلطت تبويخه الاولى ومرقناها كويس. تو حندعموها بكبده وزبيب وحنملحوها، وبعدها تكمل طيابها وين؟ تو وقت الكبده. سمينا بسم الله. شوي قرفه. تو يبدأ وقت الجد. بسم الله بسم الله ما شاء الله. حقه يتدلع صح؟ وقت التغليف. بسم الله ما شاء الله. مربوعة هيك، المصير جاهز. هيك جاهز التقديم ما شاء الله. وتو جينا للتقديم، حنطلع على تطبيق زكريا هوم. عندي تشكيلة كويسة، أنا جا في بالي هيك كويس. إضافة للسلة. بسم الله بسم الله ما شاء الله. هيك طابة معنا ما شاء الله. خلاص 3 ساعات بالضبط على درجة حرارة 350، ونزلناه تدريجي لل 200. بعد جهد جهيد ما شاء الله وصلنا للنهاية. تعالوا تفرجوا، سموا بسم الله. يلا بسم الله ما شاء الله. هذا كان الشكل النهائي. بسم الله ما شاء الله. لا نبي نقول تحفة فنية، لا نبي نقول شغل فخر، قاعد كل شيء واضح، وما زال حنقدمه الأحسن بإذن الله. وهذا الأكل الليبي نحاولوا نقدموه بأفضل صورة وأفضل ما يمكن. بشكوط اهو. ربي يطعم الجميع إن شاء الله.
هذا اسمه شغل فاخر من غير نقاش. فرج يا حاج. طبعا خلينا نذوقه بس. بسم الله. هذه المكرينة اللهم بارك. فوت علي هنا. الله لا قوة الا بالله. وهذا التحدي هذا اهم شيء في الموضوع. منورين. السلام عليكم.